برج الميزان، شهر نوفمبر بالنسبة لك شهر التوازن بعد فترة كانت مليانة توتر وضغط نفسي. أخيرا هتعرف تمسك زمام الأمور وتبدأ تظبط حياتك خطوة بخطوة. في قرارات كنت مأجلها بقالك فترة وهتبدأ تاخدها دلوقتي، وممكن تكون تخص علاقات أو شغل أو حتى نفسك. الجميل بقى إنك راجع أقوى، عندك كاريزما وطاقة جذب عالية جدا، والناس بدأت تلاحظك من جديد. ما تبقاش طيب زيادة عن اللزوم، خصوصا مع اللي اختفوا ورجعوا كأن مفيش حاجة حصلت. المرة دي لازم تحط حدود. برج الميزان والعاطفة في شهر نوفمبر، لو انت مرتبط فاستعد لمصالحة قوية جدا خلال الشهر ده، بس لازم تكون صادق مع نفسك. هل العلاقة دي تستحق تكمل فيها ولا لا؟ أما لو أنت سنجل ففي شخص جديد داخل حياتك وهيحرك فيك مشاعر قديمة جدا كنت فاكر إنها انتهت. في احتمالية كبيرة يكون الشخص ده برج ناري أو هوائي زيك. ولو كنت خارج من علاقة فخد بالك، ممكن يحصل تواصل مفاجئ من شخص من الماضي، بس المرة دي فكر كويس قبل ما ترد، لأن الشخص ده لسه نواياه مش واضحة. أما الجانب المهني والمالي لمواليد برج الميزان في شهر نوفمبر، في تقدم واضح جدا في شغلك يا ميزان خلال الشهر ده. ممكن توصلك أخبار عن ترقية أو مسؤولية جديدة، والجميل إنك هتحس إن تعبك أخيرا بيتقدر. كمان في فرصة مالية جاية لك من مصدر مش متوقع، ممكن تكون شغل جانبي أو مشروع صغير بيتفتح لك فجأة. بس خليك حذر من إنك تصرف كتير في النص التاني من الشهر، لأن في التزامات هتطلع لك فجأة وممكن تتعبك لو مش عامل حسابها. برج الميزان والعلاقات الاجتماعية في شهر نوفمبر، الناس بدأت تلاحظ غيابك وهترجع لهم بمظهر جديد وطاقة مختلفة. في ناس هتحاول تقرب منك عشان تستفيد منك، وناس تانية فعلا بتحبك بصدق. فرق بين الاتنين وما تديش سرك لحد بسهولة الشهر ده. نصيحة نوفمبر لمواليد برج الميزان، خليك متزن بين قلبك وعقلك، وما تتسرعش في أي رد فعل أو قرار. الشهر ده انت راجع للساحة أقوى من الأول، فخلي خطواتك محسوبة وكل حاجة هتتم في وقتها الصح. اكتب لي في الكومنتات يا برج الميزان ايه أكتر حاجة نفسك تتغير عندك الشهر ده، وحط لايك وشارك الفيديو مع أصحابك من برج الميزان عشان يوصل لهم كلامي.